السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض عيش شامي صغير، نعمل منه سندوتشات جميلة جدا، طعمية وبطاطس بالبيض بقى، واحلى بقى من تشتريه من المحلات مليون الف مرة. تعالوا نعمل مع بعض العيش. معانا 4 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، معلقتين سكر، معلقة كبيرة خميرة، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة لبن بودر. هنقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض، وهنعجن بكوبايتين الا ربع مية دافية. اهم حاجة تكون مية دافية عشان الخميرة بتاعتنا تشتغل كويس وتخمر معانا على طول. مية دافية كوبايتين الا ربع. هنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا، هنعجن فيها لحد ما تلم معانا وتبقى حلوة في ايدينا. نبدأ نعجن فيها شوية عشان عايزينها تبقى طرية معانا. هتلاقيها بتلزق بسيط، مفيش مشكلة مع العجن هتلم، واحنا عايزينها تبقى طرية وفيها سنة تلزيقة بسيطة خالص هتروح معانا بالدقيق. لكن لو حسيت انها محتاجة دقيق زودي لها معلقة دقيق واعجنيها كويس كده. بعد ما عجنتها نحط في البولة بتاعتنا رشة دقيق كده، وهنغطيها ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة. تعالوا بقى نكون مقطعين بطاطس صوابع، هنحمرها عادي خالص عشان نعمل بيها السندوتشات. البطاطس بتاعتنا اتحمرت. تعالوا نعمل مع بعض حبة سلطة صغيرين كده على قد السندوتشات، هنضيفها للسندوتشات تبقى جميلة جدا. معانا طماطمتين وخيارة وجرجير، بسيطة خالص. اي حاجة عندك هتعملي بيها وتعملي احلى سندوتشات للفطار، هتعجبك جدا. قطعنا السلطة بتاعتنا، هنضيف لها الجرجير، وهنضيف لها ملح ورشة كمون وعصرة ليمونة فقط لا غير، مش عايزين يبقى فيها مية ولا سوائل. تنام مع بعض سلطة الطحينة، سندوتشات سهلة وجميلة جدا. معانا معلقة طحينة، عليها معلقة مية، ملح، كمون، عصرة ليمون، بس كده. تعالوا نجهز الطعمية اللي هنقليها عشان نعمل بيها السندوتشات. معايا هنا عودين صغيرين شبت، وعودين صغيرين كزبرة، وبصلاية صغيرة خالص زي ما احنا شايفين الكمية اللي انا حطاها قد ايه. هنفرم كل ده على ايدينا على البلانشة بتاعتنا كده. معانا طعمية جاهزة زي ما عملتها قبل كده معاكم فيديو الطعمية، ونفرزوها في الفريزر، نطلعها تسيح. طبعا هي ما بيكونش عليها اي اضافات، هنضيف لها الملح والكمون والكزبرة ورشة بيكنج باودر او بيكنج صودا المتاح عندك، وهنضيف عليها الخضرة اللي قطعناها والبصلاية الصغيرة ومعلقة صغيرة سمسم. هنقلب طعمية كويس جدا، ومعانا زيت سخن وهنقليها زي ما احنا شايفين. طعمية ايه معانا. مش عايزه اقول لكم بقى ان حبه الخضره اللي حطيناهم والبصلايه خلوا ريحه للطعميه تحفه وهي بتتقلي، طعم احلى كمان. تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت. احنا سيبنا العجينه تخمر وقلنا نجهز حشو السندوتشات عشان تبقى كل حاجه جاهزه معانا. هنرش دقيق كده، طبعا العجينه كلها هتتحط على دقيق. رشينا دقيق وهنعملها كور كده على قد رغيف العيش اللي هنعمله. هنقسم بقى العجينه كلها قد بعض، هنكور العجينه كلها بالشكل ده. اهم حاجه نحطها على دقيق. خلصت الكميه كلها، عملوا معايا حوالي 17 رغيف. غطيناها وسبناها ترتاح لمده 10 دقايق، وبعد ما ارتاحت زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله
هنرش دقيق بقى ونفرد عليه العيش بتاعنا. هنحط دقيق من فوق ومن تحت عشان نعرف نفرد كويس. طبعا هنعمل الرغيف صغير زي ما احنا شايفين، وطبعا زي ما احنا شايفين السمك عامل ازاي كده مظبوط. هنفرد بقى كذا رغيف معانا عشان نسيبهم يرتاحوا، عشان اهم حاجه لما نفرد الرغيف نسيبه يرتاح وبعد كده ناخده نسويه، ما نفردش وناخد على الطاسه على طول عشان يطلع معانا بنتيجه كويسه ويخمر معانا. معانا طاسه سخنه طبعا على نار عاليه، اهم حاجه يكون على نار عاليه، وهنحطه يتشمع على الوش ده وعلى الوش ده مره، وبعد كده هنسيبه ينفخ زي ما هو بينفخ معانا دلوقتي كده. بسم الله ما شاء الله كده العيش معانا بتاعنا ناجح. طالما نفخ وطلع كده يبقى بسم الله ما شاء الله انتي عملتي عجينه ناجحه والعيش ناجح معاكي. طبعا العيش نفضل واقفين قدامه نتابعه باستمرار. طبعا بين كل رغيف والتاني هنمسح الطاسه بمنديل مطبخ، نخلي بالنا عشان الطاسه بتبقى سخنه جدا مكان تسويه العيش. وهنحط الرغيف التاني، طبعا هنسيبه يتشمع مره على الوش ده ومره على الوش التاني، وبعد كده هنسيبه ينفخ معانا ويكمل سوا. بسم الله ما شاء الله جميل جدا بجد، احلى طعم عيش هتاكليه، احلى مليون مره من العيش اللي بنشتريه، وحاجه نضيفه ومضمونه انت عاملاها بايديكي. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين جمال العيش طالع ازاي، بصوا بينفخ ازاي وجميل بجد، هيعجبكم جدا. وبكده انا خلصت تسويه الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نفتح العيش ونشوفه. بصوا شايفين بجد عاملينه مظبوط، ولا رقيق قوي ولا تخين وكله عجين بس، لا بجد مظبوط جدا وجميل قوي، هيغنيكي عن اي سندوتشات بتشتريها من بره. والعيش هتعمليه طعمه تحفه، هتاكلي بيه حتى من غير السندوتشات، تاكلي بيه تحفه، احلى عيش شامي ممكن تاكليه في حياتك. تعالوا بقى نجهز عشان نعمل سندوتشات بتاعتنا. معانا البطاطس المحمره والطعميه وبيض مسلوق والسلطه الخضراء وسلطه الطحينه. معانا العيش بتاعنا بسم الله ما شاء الله، شايفين العيش عامل ازاي بجد مفيش احلى من كده. هنضيف بقى السندوتشات بتاعتنا، نحط البطاطس والطعميه والسلطه الخضراء والطحينه، وهتاكلي احلى سندوتشات وتعملي احلى فطار. ومعاكي 17 رغيف، يعني هتعملي كميه حلوه. وطبعا العيش لو زياده عليكي بعد ما يهدى ويبرد هنحطه في اكياس ونحطه في الفريزر، هتطلعيه وقت ما تحتاجيه هتلاقيه اكنك لسه عاملاه كده. عملنا السندوتشات بتاعتنا، وسندوتشات بقى البطاطس بالبيض والطعميه بالبيض جميله جدا. شايفين العيش بتاعنا عامل ازاي بسم الله ما شاء الله. لكم تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. لو عجبتكم الوصفه متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.